السلام عليكم. هاي ليديز، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكون صحتكم لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديده على الامر اللي غير حياتي حرفيا، مش مجازا. راح نهضر لكم على الحاجه اللي دخلتها في حياتي، دخلتها في روتيني وخرجتني من الضيق، وخرجتني من الاكتئاب، وخرجتني من ضيق الصدر، وخرجتني من الهم ومن الغم ومن الخوف الى السكينة، إلى الطمأنينة، إلى الشعور ولا استشعار معية الله اللي هي أذكار الصباح والمساء. شوفوا، قد ما نحكي لكم على النقلة اللي راح تديروها في حياتكم كي تواظبوا على أذكار الصباح والمساء، ما راحش نقدر نوفي هذا الموضوع حقه. لكن راح نشارك معكم تجربتي الصغيرة، جبت معكم هنايا فنجان تاع القهوة، بعد تعرفوا علاه. دونك كي نقولوا أذكار الصباح والمساء، علاه؟ شوفوا، صدقوني، الإنسان اللي عايش بدون ذكر الله بصفة عامة، بدون قرآن، بدون أذكار بصفة عامة، أذكار الصباح والمساء، والله معيشة الضنك، معيشة الهم والغم. علاه؟ لانه هذا الانسان راه ناسي بلي كاين روح لازم نغذيوها، راه لاهي غير متاع الجسد. كيما حنا ننسى هادو ماعين، هذا ذهب، هذه خرجه، هذه ماكله، هذه لبسه، ومخليين الروح تاعنا اللي هي اللي تحدد السعاده، هي اللي تحدد سعاده الانسان. كيفاش نغذيو الروح تاعنا؟ نغذيوها بالقران، نغذيوها بالصلاه، نغذيوها بالدعاء، نغذيوها بالاذكار، بذكر الله. كيفاش نغذيو الروح تاعنا؟ نغذيوها بالقرآن، نغذيوها بالصلاة، نغذيوها بالدعاء، نغذيوها بالأذكار، بذكر الله. اليوم حنهضر لكم خصيصا على أذكار الصباح والمساء. على أذكار الصباح والمساء، على أول حاجة هي اتقاء لشرور الإنس والجن. دوك حنا ما نقدروش نلوموا الناس، نقولوا فلان عيني، الناس راهي معينتنا، الحسد كلانا، الحسد ما خلانا نديروا والو. ما تقدريش تحكمي في عيون الناس. الانسان تنظر، الناس ينظروا لواش عندك، ولو انت هذيك الحاجه تبان لك بسيطه، ولو ربي يعطاك جمال، ربي يعطاك اسره ما فيهاش مشاكل، ربي يعطاك خدمه، ربي يعطاك قبول، ربي يعطاك مال، ربي اي حاجه رزقك بها ربي، ديري في بالك بلي الناس راح يشوفوا فيها بواحد النظره مش مليحه. العين حق، ما نكذبوش على روحنا. ما تقدريش تحكمي فيها، فاش تقدري ديري؟ تقدري تحكمي انت في روحك. اش ديري؟ تحصني روحك. بزاف انا نشوف ناس يقولك العين كلاتنا، العين ما خلاتنا نديروا والو. ايه، وين راهم الاذكار؟ وين راه تحصين النفس؟ اسكو لهذه الدرجه رانا شاكين في قدره الاذكار انه تحصلنا من العين ومن هاد الشرور؟ هذا هو السؤال. دونك الأول فضل من فضائل أذكار الصباح والمساء هو اتقاء شر الإنس والجن، من حسد، من عين، مس، أي حاجة. ثاني حاجة هي اتباع السنة. تخيلي برك، تخيلي معايا برك، تقولي أذكار الصباح والمساء كي تنوضي والحشية ورا العصر، وانتي هكا بنيتك أنك تقتدي بسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تخيلي هكا أنه ديريها حبا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيلي حجم الأجر اللي راح يكون عندك. تخيلي الشفاعة اللي راح تناليها إن شاء الله. أمر هذا وحده يخلي الإنسان ما يزيدش يراطي أذكار الصباح والمساء. الحاجة الثالثة، عندك ثواب الذكر. ثواب الذكر عظيم. هو الثواب تاع الذكر هو كما نقولوا أيسر الثواب اللي نقدروا نحصلوا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ واش هو ثلث القرآن؟ هو قل هو الله أحد. تخيلي انت تقراي 3 مرات قل هو الله احد صباح، و3 مرات قل هو الله احد في الليل. تخيلي راح يكون عندك ثواب انك قريتي المصحف كامل. تخيليها، جبال الحسنات، جبال الثواب اللي راح تكون عندك يوميا. الامر الاخر انه الاذكار تخلي سكينه في القلب ما يحس بها غير اللي راه مجربها، حلاوه في القلب. الانسان اللي واظب على الافكار يولي صايم، ما يعطيكش بلا بيهم، يولي كي ينساهم مره يحس حاجه ناقصه، يحس اليوم تاعه ناقص، يحس كاين امر، يحس ضيق في النفس. الذكر يعطيك سكينه، يخليك تحسي بمعيه الله. كي تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تخيلي صاي راح نهارك يفوت بهدوء، بسكينه، برضا، بتسليم تام. مهما يصرالي انا كي قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مهما يصرالي في هذاك النهار الحمد لله. مهما يصرالي عبالي باللي حتى راح يصرالي غير الخير، حتى ولو بدا شر ربي راح يعطيني القوه باش نواجهه.
وفي هذا الأمر كاين أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ويمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة بي أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. تخيلي تنوضي انتي تقولي لربي باللي أنا رضيت بك ربا، تقولي كل النعم هي منك يا رب. تخيلي صاي هذا الأمر يخلي النعمة يحفظك من زوال النعم. ما تخليش النعم الله تزول عليك لانه ما شكرتيش عليها. عن الرسول صلى الله عليه وسلم تاني قال لنا: اللي يقول 3 مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجب على الله ان يرضيه في ذلك اليوم. تخيلي هكا انه انت هكا عايشه نهارك وانت على بالك باللي ربي راح سيرضيك والله. شوفوا الاحاديث في هذا الامر، كما نقولوا الكلام في هذا الامر ذو شجون. الأمر الآخر، نفوتوا للأمر الآخر من غير الثواب، من غير جبال الحسنات، من غير السكينة اللي تنزل في القلب ومعية الله. أذكار الصباح والمساء تخلي الملائكة تتنزل عليك، تخلي الملائكة تتنزل على البيت تاعك وتبعد الشياطين. كي نقولوا 3 مرات سورة الفلق، المعوذتين، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة. هذه الأمور تبعد الشياطين وتجلب الملائكة للبيت ولا للمكان اللي تكوني فيه ولا للقلب. أمر عظيم جدا. دروك بلا من الفضل والله الا قعدنا نتكلموا في فضل اذكار الصباح والمساء راح الفيديو يجي فيه ساعات. دونك انا نقول لكم برك حاجه، انا تجربه سنوات وسنوات وسنوات وانا مانيش محافظه على الاذكار هذه. الا قلتها مره ننساها 10، ولا قلتها صباح وما قلتهاش عشيه اي نقول يا صاي شغل كان عندي يا نلتزم ولا ما نلتزمش كاع. كنت في هم وغم وكانت امور حياتي كلها معطله، تبكي ليل ونهار. كنت في حاله تشف العدو كما نقولوا حنايا بالدارجه، تشف العدو. لكن مع بديت ندخل في نهاري ذكر الله معناتها من قرآن ومن صلاة ومن دعاء ومن أذكار. والله شفت نقلة في الروح وفي القلب. صاي تولي عايشة في واحد الرضا، في واحد السكينة ما يعلم بها غير اللي جربها. دونك هذه هي. دونك نجو نهضروا على الطريقة. بزاف ناس ما طاقتش تلتزم، تقولك انا سييت نلتزم بصح ما قدرتش. انا علاش جبت لكم هذا الفنجان تاع القهوه، جبت لكم هذا الفنجان تاع القهوه باش نقول لكم باللي اكثر طريقه عمليه تقدري تربطي بها اذكار الصباح والمساء، تدخلي بها الاذكار في اليوم تاعك، هي انه تربطيها بعاده تمارسيها يوميا. مثلا انا علاش كي جبت لكم الفنجان تاع القهوه، انا يوميا ما يفوتش الصباح تاعي والعشيه تاعي بلا ما نشرب القهوه. درت وليت في الوقت اللي نكون نشرب فيه القهوه، بدل من انه ندخل الانستغرام وندخل اليوتيوب وندخل الفيسبوك ونقعد نسكرولي بلا والو، شغل نقعد غير نضيع في الصباح تاعي وفي الهدوء تاعي وفي صفاء الذهن تاعي اللي يكون عندي مع صباح ربي. شو وليت ندير؟ وليت نحكم التليفون ونقرا الاذكار. شوفوا معايا هنايا، انا عندي هذا التطبيق سموه اذكار المسلم، نوريه لكم. دونك ها ولا انا التطبيق اللي راح عندي في التليفون تاعي هو هذا، سموه اذكار المسلم، تلقاوه في البلاي ستور. كل ما نحط فنجاني تاع القهوه ندخل هنايا، ها عندنا اذكار الصباح واذكار المساء. نوريت لكم كي يجي لداخل التطبيق عندنا كاع الاذكار. عندنا آية الكرسي، سورة الإخلاص 3 مرات، المعوذتين 3 مرات، عندنا كاع الأذكار الموجودة في السنة النبوية. هادو كاع تشوفوا فيهم أذكار الصباح. وفي المساء تاني عندنا أذكار المساء، زيادة على هادو عندنا خواتيم سورة البقرة فيهم. دونك هادو راني حاطة الفنجان تاع القهوة، راني نشرب في قهوتي ونقرا فيهم او ميم طون. عندك كل ما تقراي ذكر تفوتي حتى تكملي. هذا الامر ساعدني انه ما ننساش، كيما ما ننساش قهوتي ما ننساش تاني الاذكار تاعي. معناتها مادام كاين فنجان تاع القهوه مرافقها الاذكار تاعي. وماشي لازم تكون القهوه تاع الصباح، كل واحد والعادات اللي يمارسها. مثلا واحد يروح يخدم صباح ويجي عشيه، في الطريق تاع الخدمه يدير الاذكار. وحده مثلا في دارها تنوض صباح تغسل المواعين ولا اي حاجه تنوض ديريها في الكوزينه، تقدري تطبعي هاد الاذكار في ورقه وتعلقيها قدامك في الكوزينه. نقول لكم شحال الوقت اللي تحتاجوه باش تكملوهم ولا ما نقولكمش؟ والله الوقت من 5 دقائق ل 8 دقائق 10 دقائق ماكسيموم. ما فوتوش هاد المده تكملي الاذكار تاعك وتخرجي وانت محصنه من كل اذى، من كل شر، من كل هم ان شاء الله.
حتى ولو ضاق عليك الوقت وما قلتيش كاع الأذكار، على الأقل ما تنساش آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، ما تنسايش هادو، على الأقل هاد 4 أذكار. تاني كاين حاجة واحدة أخرى شفتها عند أنه معظم النساء ولا كثير من النساء تجهل الوقت المناسب تاع الأذكار، معناتها تقولك أنا وقتاش نعرف وقتاش نقرا الأذكار. عندك أذكار الصباح تقرايهم من بعد الفجر حتى للزوال، معناتها تقدري كي تصلي الفجر تقعدي على الصلاية تاعك ما تنوضيش من الصلاية حتى تكملي الأذكار تاعك. أذكار المساء من العصر وروح، عندك العصر وروح حتى الليل كامل. هذه هي، وان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم، والله كيما خرجت من القلب ان شاء الله تلحق لقلوبكم ان شاء الله يا ربي. ولا عجبتكم ديروا لي جيم، ديروا لي اشتراك في القناه وشجعوني ان شاء الله، راهم جايين سلاسل رائعه باذن الله. مع السلامه، نتلاقاو في الفيديو الجايه.